أذكر مشهدا واحدا في إحدى المطارات. كنت أصلي مع بعض مشايخنا الأفاضل المغرب والعشاء. نعم. تأخرت الطائرة، فقال أحد المشايخ نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وكان الجو ليلا ساكنا، فرفعت الأذان أنا، فالتفت الجميع إلى هذا الصوت، لا يعرفون المعنى لكن الأذان يشد. صحيح. وإلفنا لسماع الأذان لم يعد يشد انتباهنا. نعم. ألفنا سماع الأذان. ثم قال الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا تقدم أنت فصلي، مش فضحتنا، يلا ادخل صلي. كمل. فصليت المغرب والعشاء. قلت والله احنا يعني الوقت أمامنا متسع وما فيش ورانا حاجة، فاستفتحت القراءة بسورة مريم. جميل. وقرأت السورة كلها ما شاء الله في صلاة المغرب. ما شاء الله. ما انتهينا من صلاة المغرب شيخ اسماعيل إلا ووجدتنا في حلقة أو في حلقة بفتح اللام أبلغ وليس بالتسكين من الرجال والنساء يحوطونكم يا شيخ. يحوطوننا. نعم. منهم من يصور بالفيديو ومنهم يصور بالكاميرا. ثم تقدم رجل تجاوز يمكن 65 من عمره، أمريكي أبيض، ومعه امرأته وابنته. تقدم وقال من أنتم؟ وكنا في الشتاء فكنا نلبس البشوت. اي نعم. من أنتم؟ إجابات بسيطة يسيرة. لفت نظره سجودنا. قال لماذا وضعتم وجوهكم على الأرض وكنا نصلي على الأرض بدون فراش؟ هذا مشهد مؤثر جدا. لماذا وضعتم وجوهكم على الأرض هكذا؟ ثم قال معقدا بأنه تأتي حالات من القلق النفسي والاضطراب، يفكر في الانتحار فلا يشعر بالراحة والسعادة إلا إذا وضع وجهه على الأرض كما رآنا نفعل الآن. الله. يقول بأنه سعيد لأنه رأى زملاء له جاءتهم حالة القلق النفسي وخشوا على أنفسهم من الانتحار فخروا يعني ما أدرك معاني يا شيخ. الله قلت له لا، هذا السجود وهذه صلاة ونصلي لله عز وجل. فتعجب. فالشاهد سبحان الله أعطيناه عنوان المركز الذي سننزل عليه، وصدق الرجل. قال آتيكم بعد 5 أيام، فأتانا بعد 5 أيام. وكثف الإخوة جزاهم الله خيرا الجهود معه واستضافوه، وبفضل الله تبارك وتعالى في اليوم الثالث فقط أعلنت هذه الأسرة من الرجل ومن المرأة ومن البنت إسلامهم لله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. فأنا أقول بفضل الله بدون ما فعلنا شيء إلا أننا أظهرنا هويتنا فقط. ولذلك أنا يعني أتألم من كثير من أحبابنا ممن يهزمون نفسيا ويخشون من إظهار هويتهم المسلمة في أنحاء الدنيا. فارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء، أنك من الموحدين ومن أتباع سيد النبيين.